صباح الفل يا شباب، فلوج جديد وفلوج بقى انتوا طالبينه بقالكم فتره، وهو فلوج تمرين رجل. يعني كان مش مشكله، هيبقى شكلنا احلى لو سين تانك توب دلوقتي. ليه يا كابتن ادم الناس ما بتحبش تمرين الرجل؟ اهم حاجه الكبر ده اللي هينفعك. طب رجليك هتنفعك برضه، بلاش اقول لك تنفعك فين؟ تنفعك. ها اوه خلي بالك الحمد لله جت سليمه. شرب تاني. اكنك بتزق الباب بالجلوتس. بالنسبه لي مش مشكله، دي احلى مشكله حصلت لي عامه. طلعت من الجيش. ايوه يا اخي كل ما اجي اصور الاقي نفسي بكرونيك، حاسس اني قرفان مش عايز اصور. هو يا جدعان ما هو تحت يعني لا يشوف الوزن يعرف ان الراجل ده قوي كده كده. عارف اللي يقول لك تحت العبايه حكايه، فاهم؟ ساعات الواحد بيوحشه حاجات مش المفروض انها توحشه. بصراحه مبسوط بكل الناس اللي هتوفر الاونلاين كوتشنج، ولكن انا خليته لسه مكمل عادي. فلو انت بتفكر الاوفر لسه شغال. انا بصراحه شايف ان عدى كتير قوي وانا برضو لسه ما عملتش فلوج تمرين الرجل ده، لان انا كان في بالي دايما ان الناس مش حابه تتمرن رجل والناس مش حابه تشوف تمرين الرجل. ولكن بما ان الناس حابه، تعالوا يا جماعه ناخد تمرين رجل عنيفه. ولكن في حاجه عايز اقولها، انا صاحي من النوم ده من امبارح مش النهارده، واخد دور برد اظن باين على صوتي، فانا بحاول اعمل نفسي مش واخد بالي، بحاول ادخل سعراتي كامله، لان انا بصراحه ما عنديش هزار في الموضوع ده. عندي برد ما عنديش برد، زوري مموتني، هدخل سعراتي هدخل سعراتي. ولكن النهارده صاحي لا زوري قافش شويتين، بس يعني الحمد لله ايه ماشيه. ما نقدرش نقول دور غبي او دور غشيم، يعني نقدر نقول بس هو وجع زور كده ايه مضايقني. بسلك زوري بشويه كارب. يا جماعه الفلوج ده سبونسرد باي ايفولف يا جماعه، شيكر ايفولف، كرونيك ايفولف. قاعد اصلا والله وانا قاعد سايق قاعد باكل كرياتين جامز ايفولف، يعني ربنا يخلي لنا ايفولف والله. بمناسبه ايفولف في حاجه سريعه عايز اتكلم فيها. اطعمه رمضان نزلت يا شباب دلوقتي، واي بالصوبيا، واي بالتمر، بالكركديه. هو للاسف وانا بصور الفلوج الكركديه اوت اوف ستوك، ولكن ده الخبر الوحش. الخبر الحلو ان الصوبيا والتمر طعمهم احلى من وجهه نظر انا. بس بجد بجد بجد، وده بعيد عن اي حاجه، لو انت فعلا نفسك تشرب واي انت تحب انك تشربه، وانا عارف ان دي نادرا لما تلاقي واي بروتين انت تحب انك تشربه، الحق هات الصوبيا والتمر، لان هم بينزلوا في رمضان. وغالبا اصلا ايه وانت بتتفرج على الفلوج، يعني الفلوج لسه هينزل كمان يومين، احتمال يكون اوت اوف ستوك. فانا هسيب في اللينك هسيب في الديسكربشن لينك انك تطلب منهم. استخدم كود شادي 10 هيديك برضه اكسترا ديسكاونت. بس فعلا ده واي بروتين يستاهل انك تشتريه. اشوفكم في الجيم يا شباب، واتمنى انها تكون تمرينه حلوه، واتمنى ان احنا ما نعديش حد. والسلام عليكم شباب. نكمل بقيه الفلوج. هو سبونسرد باي ايفولف زي ما قلنا. ادم برضو طبعا جت ماتشنج كده بالحب، يعني كناش متفقين. اخر حاجه فري ايفولف، واتفضل يا باشا ما تتكسفش عادي. والراجل ده يا جدعان بيعمل كونتنت حلو، انا بحبه بجد يعني. بحبه بجد يعني اخويا والله. احنا النهارده قضيناها اعلانات بعد ما خلص ايفولف سبونسرد باي ايفنتو اخويا بسام. دي سيمفوني، ما اعرفش هو بيسمي اسامي غريبه عنده. ونبدا تمرين رجل عنيف جدا جدا جدا. طب يا شباب، اول تمرين معانا تمرين هاك سكوات واحنا بصحتنا. بصراحه ده مش التمرين الوحيد اللي احنا هنفرهد فيه، احنا لسه بعد التمرين ده ناخد كمان ديد ليفتس على الله. يعني النهارده بصراحه في مود ان احنا ناخد تمرين رجل عنيفه وتمرين رجل حلوه. دلوقتي 3 طارات بنسخن بيهم، وبعدين ايه نبدا الوركينج بعدها. ابدا ب5 ولا ب6؟ 5 ايه؟ 5 طارات؟ اه انا مش عارف والله، كنت بلعب بجد. هيبان من التسخين. بالظبط. هيب ايزي كون. جامد جامد حلو قوي ما شاء الله. جامد. خش يا باشا. يلا. طبعا يا شباب مشكله الكرونكس اللي انا لسه مش قادر اتخطاها، ان انا بحس ان انا ما لعبتش جيم قبل كده. يعني كان مش مشكله، هيبقى شكلنا احلى لو سين تانك توب دلوقتي. ان شاء الله جميل قوي. حلو. الناس بتسال في الكومنت كتير قوي اللي البوراب بتاعك منين؟ بيج اسمها يا جدعان انور، ENOR. انا نزلتها ستوري اصلا فالناس عماله تسال. 20 اهي. حطيت كام؟ 5 صح؟ ايه؟ 5 صح؟ هاخد نفسي وابدا من اللي جايه. قشطة. ليه يا كابتن ادم الناس ما بتحبش تمرين الرجل؟ انا برضو كنت لسه بسال السؤال ده لكابتن شادي، ردوا في الكومنت ليه عايزين نعرف الناس ما بتحبش تمرين الرجل. هل انت تحس ان هي متعبه؟ لو متعبه انت ممكن تقسمها هامسترنج خلفيات واماميات في يوم. لو انت شايفها متعبه، هل شايف ان هي مستخبيه مثلا مش فارقه؟ انا يمكن هو بيحسبها كريشيو ما بين المجهود اللي هو هيعمله وما بين اللي هياخده من عضلات رجله، بيحس انها مش مستاهله.
انا يا عم انا مين بيشوف عضلات رجلي فاهم؟ فبحس ان هو ايه بدل ما يطلع عينه في تمرينه الرجل طب يطلع عينه في تمرينه الشيست، خصوصا ان اغلب الناس بدل الرجل هيكون بوش، هيكون بوش، شيست، هيكون آه. حاجه. تمرين الشيست ده الناس كلها بتموت فيه فاهم؟ بس هي بتفرق جدا على فكره وبتفرق في الباور، هتديك باور. انا بحس بتفرق في شكلك في الهدوم قوي، شكلك حتى في لو انت مش الهدوم. الكومبيت شكل لبسك، شكلك في اللبس اصلا بتفرق قوي. ده شكل، لكن انت لو بتدخل فيها كومباوندز موفمنت زي مثلا الار دي الز، عندك الهات سكوات، السكواتس عموما، كل ده ما يزودك سترينث. حاجات كتير قوي فاهم؟ حاجات كتير قوي. فهي مش شرط ان انت هي شكل بس، لا كمان انت بتحرق فيها كميه كالوريز. عشان كده هتلاقي ان معظم الناس بتعلي سعرات في يوم الرجل ده. يبقى احنا نعلي سعراتنا النهارده. مثلا عندي احساس ان المجموعه دي هتبقى سهله ان شاء الله. ايزي. بس موضوع ان احنا مطقمين ده مسكوت عليه النهارده. اللون ده رايق. ده انا بحب الاسود اكتر بصراحه. الاسود انا جبت الاسود والاحمر. حسيت ده مش هيبقى حلو، بس لا في الحقيقه حلو. ما اعرفش، انا الاسود بحبه بس كل ما البسه انا لما بلبسه بحس اني لعبت الجيم. الاسود بقى كمان بحسه بيحسسك اكتر، فبلبس اسود مع اسود الاقي الناس تقول لي حسيتك يا كابتن شادي. احنا هنطالب سيف الضوء يعمل كرونكس ثانيه عشان بصراحه تحفه. الشتاء خلص بقى، خلينا صيف يا ابني، النهارده الجو نار والله. هو الجو حر بس انا على طول لابس يعني. ما انا زيك خلاص بقى. الناس مش خسرانه الموضوع، كابتن شادي هيكسب، بسام هيكسب، يا جدعان احنا والله كنا بنهزر يا جدعان. الموضوع هو تشالنج يا جدعان، بس اللي هو الفكره ان انت احنا بنتمرن سوا وبنقعد مع بعض وكل حاجه. يلا هوب يلا ايزي كوم هولن. عندي احساس بس ان ظهري هيعملها معايا احتياطي. اصلا في مشكله في الجهاز ده ان انت نص ظهري بيبقى بره. ايوه ما انا عشان كده هو ده اللي قلقني. فهتضطر تقعد تركز في ان انت لازق ظهرك في المسند فوق. ايزي كوم اول مش عايز اريح فوق بقى. ماشي يلا هوب ايزي كوم جامد. ايزي قوي ما شاء الله. هولن 6 سهله قوي. جامد هولن جامد. ايزي ما شاء الله. بوش. خد نفس. اطلع وامور. كوم ما تلمش. بوش. مجموعه سهله يا عم والله. ما انا بقول لك تعال ما تلعبش تمرين الرجل. حلو ناس عامه ناس ما بتلعبش تمرين الرجل. اصلا انا عندي اصابه. عارفين انتوا يا جدعان الواد اللي بيجي يشترك مع الكوتش، يا كوتش انا ركبتي ما بتفردش يا راجل. اهم حاجه الكبر ده اللي هينفعك. طب رجليك هتنفعك برضه، بلاش اقول لك تنفعك في ايه؟ تنفعك. ادم ده رجليه كبيره، انت شفته قبل ما نبدا، قول كانت كبيره. قبل الاصابه. طب وريني صورتك. قول كانت كبيره، ما تقولش دلوقتي كبيره. تعرف تفكرني بايه؟ اللي هو اي حد تخش، انت لو جيت لي يا ابني من 10 سنين، يا عم انا مالي من 10 سنين. لو شفتني زمان واحد يقابلني في الشارع، انا كنت او ايوه او راكب مع حد اوبر فاهم. هو حسين عايش على فتره طور فيها رجليه وبعدين بطل يتمرن رجلي تقريبا، جات له اصابه بصراحه هي رخمه الحق يتقال، بس هو يقدر يلعب خلفيات، يقدر يلعب بلوتس عادي، سمانه الدكتور. الا بلعب الدكتور خلي بالك. ايوه اخر مره رحت اللعب بتاع الجهاز امتى بقى؟ امبارح. ظلمته عامه. بسم الله يا كريم. 7 عضلات دول ان شاء الله. يا جماله يا جماله جميل يا ادم قوي. يلا على طول 3 يلا. مش كان زمانك حاسس احساس احسن لو بتلعب معانا رجل؟ مصاب دلوقتي يا شباب هلعب ب6 طارات، بصراحه دي عايزالها ايه؟ ني راب. كل طرف 25. لا كل طاره 20 يعني بلعب 120. حلوه كده. لفتها بالعكس ماشي مش مشكله. وبعدين في واحد كتب في الكومنتات كابتن حسيني ماله منطفي ليه؟ مش بيشارك ليه؟ عشان مش واسع على دايت. قلت لهم كابتن حسيني مش بيحبنا وعايز يعمل فلوجات لوحده. قال لي لا ما صدقش. طب ما تقول الحقيقه كده للناس ان انت هتعمل فلوجات لوحدك وتسيبنا. لا يا جدعان ما اقدرش اعمل. عامه الراجل ده كداب، كان بيقول لي انا عايز اجيب كاميرا واعمل فلوجات وعايز يبدا ايه؟ بس كنت هطلعه معايا برضه. طلعوا يا هبقى انا اللي محروم دلوقتي من فلوجات، طاردني من فلوجات. ادم طبعا ده معشوق الجماهير، الناس كلها تقعد تقول لي فين اكونت ادم؟ اقعد اعمل لهم منشنات. اخواتي انا شفت كذا كومنت. ده كذا واحد جيش شادي العظيم. في واحد بقى اللي قتلني اللي كان بيقول لك مين ده وايه العضلات دي وجه امتى؟ كل ده 18 سنه. شفت انت بتاع اللي هو ده 19 سنه؟ ايوه شفت. واحد بيقول له يا عم 19 سنه بقول لك ايه، في واحد كان حاطط صوره يا جدعان، انا الراجل ده عايز احييه. طب يلا عشان ربطت بس، فخليك جدع وتشجعني المجموعه اللي انا هلعب بيها عدتين الصوره دي. يلا يا باشا جيب 6 عدات يلا. 6 عدات؟ انا عمري ما لعبت 6 طارات، انا على طول بلعب ب5. جدعان اي حد يتفرج على الفلوج ده انا عندي طلب، نفسي في ايربودز، نوع ايربودز ما يوقعش من ودني في الهارد سيتس، حلم حياتي. محدش يقول لي ابل، محدش يقول لي ساوند كور، كل دول بيقعوا من ودني. يلا ايزي. تعالى خليك معايا في الكادر، عشان الكاميرا بس. عايزك بص عادي ما الكاميرتين هنا اهو. نار تطلع من دماغك. يلا غل على الجريب. هولن غل على الجريب هتطلع.
ايزي فوق جامد ما شاء الله، خفيفه خالص. جامد ما شاء الله. ها ها روح ها. روح ها ما تفكرش لسه بدري. ايزي ها ايزي ها ما شاء الله. ها ايزي كمان اولن. كام ها ها اطلع. بوش. اطلع ومور. روح اوه خلي بالك الحمد لله جت سليمه. بس الشراب تاني. دي حقيقه. انا ما خدتش بالي من طرف الشراب اصلا. دي اكتر حاجه اصلا تعبتني وانا بلعب مجموعه، ان انا رجلي كنت كل السيتس بلعبها بالجزمه والبتاع ده بيزحلق قوي. ده الوقعه دي تبقى انترو للفلوج رسمي. الحمد لله الحمد لله ان رجلك الاثنين اتزحلقوا. لو واحده كانت الناس هتشوف ايه؟ اصابه حصريه، رجلي بتتكسر كده ورجلي سليمه. طب يا شباب انا بصراحه غلطت غلطه كبيره دلوقتي، انا دايما بقعد اقول لكم ما تعملوهاش، وهي ان الورمنج اب سيتس مش شرط دايما ان هي تكون عشان بتسخن العضله، ده عشان تتاكد ان سيت اب التمرين مظبوط. فلو انت ظبطت سيت اب التمرين على حاجه اوعى تعدله تحت اي ظرف. يعني انا عملت ايه؟ انا يا باشا دخلت التسخين كله وانا لابس الجزمه، والجزمه مساعداني عادي جدا، هي جزمه فلات فقادر ان انا العب سكوات بيها. وبعدين اول وركينج سيت كانت خفيفه ولعبت برده بالجزمه عادي جدا. اجي في ثاني سيت اللي انا بكسر فيها بي ار او بكسر فيها وزن اعدل في اي حاجه في التمرين، ده مرفوض. انا بقى قلعت الجزمه قلت مش مشكله هجرب الشراب هكون ستيبل اكتر، رغم ان انا الجزمه ما كانتش مضايقاني. فده اللي حصل، سوحني خلاني وقعت. طبعا الحمد لله ما جاتش اصابه، ولكن كان وارد ان انت تصاب بسبب غلطه تافهه زي كده. وغالبا اصلا الاصابات بتيجي دايما من غلطات عبيطه، يعني هتلاقي الاصابات بتيجي من اتفه الاسباب. فلما انت تظبط سيت اب الجهاز على حاجه اوعى تعدله تحت اي ظرف، ولو هتعدل ارجع ظبط ورمنج اب سيتس تاني من الاول بوزن خفيف، ما تزهقش، صحتك اهم يعني. يلا بينا يا باشا. يا جدعان في حاجه مهمه عايز اقولها في تمرين الديد ليفت، الار دي الز يعني او الستيف، مش الكونفنشنال، مش الديد ليفت العاديه. كل ما تلاقي شكلك او تحس ان انت شكلك محرج اكتر وانت بتلعبها، كل ما تبقى عارف ان انت بتعمل هيب هنجنج بشكل صح يعني. ليه بقول الكلام ده؟ لان في التمرين ده احنا عايزين نعمل هيب هنج، انا مش فارق معايا انزل الوزن اطلع، انا عايز الهيب بتاعي يرجع وارجع الهيب بتاعي يطلع تاني لقدام. فكل ما تتقن الاداء كل ما تعرف ان انت شكلك ايه من بعيد مش حلو. احنا عندنا هنا في الجيم في ماشين بصراحه للديد ليفت، ولكن انا حسيت ان احنا وحشنا العتاله والباربل يعني ديد ليفت، فقلنا نودي يعني. يلا بينا يا باشا. محتاج سترابس؟ اظن لا يعني تتزحلق 60 يعني 120 140 زحلق، انا حاسس لا بس ماشي. الجريب بتاعتي بصراحه مش عشان انا الجريب هجيبها احتياطي ريحنا حبه. اه حلو ده يحسن من البرفورمانس بتاعنا دلوقتي. المفروض ال 60 كيلو دول او يعني خلينا نقول 140 عشان دول 140، المفروض 140 دي تتهلفت دلوقتي. انت بتلعب ديد ليفت كام؟ يعني انا بقالي كتير قوي بعيد عن البار يعني، فمش عارف، بس اقل واجب احط 4 طرات يعني المفروض ده اقل واجب يعني. لما سبت التمرين ده كنت بلعبه ب5، فدلوقتي انا سايبه، فخلينا ارجع 4 فاهم؟ ايزي سهله جامد حلو قوي جامد قوي جامد ما شاء الله. هولند خلي بالك انت عايز تتصاب والوزن عايز يسيبك النهارده، مش عارف ايه. يعني ممكن فيها 30 و30 كمان ناحيه يعني يبقى 180 يعني توتال 180. ايوه اداء كان جميل بجد والله. والله. بصراحه حسيت ان التمرين ده انا برضو مبطله بقالي كتير، بس حاسس ان هو اللي هيديني السويب بتاع الهامستر. هو جميل قوي بصراحه، جميل قوي بصراحه. بس برضه حاجه مهمه قوي يعني، والواحد بيعمل بروجرام وبيحط التمرين ده، ان التمرين ده ريكفري فيه مش سهل. فمش لا وانت هو يعتبر امسك العقل في السيتس بتاعتك. عايز تلعبه صح قوي. اقول لك على حاجه، العب اكنك في باب وراك وانت معلش بتحاول تقفله بالجلوتس، اكنك بتزق الباب بالجلوتس، اكنه عشان في ناس بتحس ان هي بتلعب زي الديد ليفت انه بينزل وبيطلع. لا شيل دي من دماغك. لا انت زق الهيب بتاعتك لورا وانزل صح، هيحس بيها اصلا، ان تحس ان الهامسترنج بتفصل كده. بالظبط هو اصلا لما يبدا يفصل من دماغه فكره ان انا بنزلش واطلع، لا ده انا الهيب بتاعي بيرجع وبيطلع تاني لقدام. بالظبط ايه ده لانه بيلعب صح. حاجه ثانيه يا جدعان عايز اتكلم فيها، لو انت بتتفرج على الفلوج يعني بتشوف الاداء الصح، ركز مع ادم اكتر مني. ليه؟ انا عندي ني هايبر اكستنشن، هي دي مش مشكله لان هي طلعتني من الجيش، يعني هو ده اللي خلاني اخد اعفاء من الجيش. جامد. بس الني هايبر اكستنشن ده عباره عن ايه؟ ان انا عندي ليونه، خلينا نقول ليونه في المفصل او الجوينت نفسه، فما بقدرش افرد رجليا صح، ان انا اكون رجليا زي ما ادم بيلعب. أيوه. بس انا لو فردتها بلاقي رجليا ايه؟ انا ممكن ارجع رجليا أيوه. ورا قوي قوي يعني. انا لو عملت بنطلون كده بص ممكن ارجع رجلي لحد فين؟ ايه ده؟ فاهمني؟ فده بوزن
لا 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 السلامة. ده خطر. فلازم بفضل قاعد محافظ على الثانيه، فلو انت بتركز في الفلوج هتلاقي حتى لو الوزن انت خفيف عليا اصلا في الليج بريس بلاش ليج بريس، بطلتها خلاص. لا لا بس عادي العب ليج بريس بس ما بلاش لو أيوة. انت سليم افرد عادي. المهم هتلاقيني دايما وانا بلعب برجلي هتلاقيها بتروح مني كده، ما تركزش، انا عارف ده ليه. وبالنسبه لي مش مشكله، دي احلى مشكله حصلت لي عامه. طلعت من الجيش. ايوه يا اخي كل ما اجي اصور الاقي نفسي بكرو نيك احس اني قرفان مش عايز اصور. هو يا جدعان ما هو تحت يعني لا يشوف الوزن يعرف ان الراجل ده قوي كده كده. عارف اللي يقول لك تحت العبايه حكايه، فاهم؟ حاسس ان احنا النهارده في الفلوج قليلين، مفيش عزوه زي كل مره. يلا بسم الله. بقول لك ايه، ممكن تستناني قلت لي دقيقه؟ قبل ما اطلع على طول. ممكن تستنى دقيقه؟ هي صعبه مش تقع يعني بس ماشي. لا لا ده امان بس. انت عارف ايه اللي هيقع بجد؟ ايه؟ النضاره. ما شاء الله اداء جامد قوي، جامد، حلو قوي حلو قوي حلو قوي ما شاء الله، جامد. ها حلو حلو قوي جامد قوي اخويا جميل قوي. يلا اثبت ان شاء الله يا ادم. ايه الجمال ده يا جدعان؟ النهارده ادم بيمتعنا والله. ان شاء الله جامد. جميل حلو قوي. سيبها فوق او تحت مش فارقه. ها بس خلاص مجموعه خفيفه اصلا. سيبها على الارض سيبها على الارض سيبها على الارض. ايزي. بص انا عايز اقول لك على حاجه. هو احنا ما كناش بنلعب بالبار يعني، فحلو قوي ان احنا لعبنا كده. هو احنا قادرين نودي اكتر من كده بكتير، ولكن انا مش عايز. احنا قادرين من بدري يعني. المره الجايه بالذات احنا اول مره احط التمرين لا ده. عشان احنا اصلا ما فيش يومين وهتلاقي في ديد ليفت تاني. ف انت مالك انت بالقصه دي يا حبيبي؟ انت رايح تلعب شيست فلاي يا ابني وعندك بامب في شيستك وبتاع. ايوه عارف انا الكلام ده. طب اقسم بالله الاربع طارات كانت خفيفه قوي، مش محتاجين. ادم انت طالع بالفار يا ادم. لا 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 بجد لعب ما شاء الله بأداء جامد فشخ. طب احنا فيها اهو. تعالى كده اتفرج كده يا حسيني. تعالى يا حبيبي احكم انت. لا لا اقسم بالله نموذج. هي اللي طالعه باين يا عيني. بص الهيب هنج كام انا سنه بطلع لفوق يعني بزق بزياده قوي بوست. خلي بالك انت متعود على الحركه دي. بس من كتر ما هو خفيف عامه لو هي تقيله مش هطلع كل ده. ايه يا عم ده يا عم؟ ده كلام بسيط ده يا جدعان. ده 160 لا 180. طب يا عم انت بتشيل اكتر. بس ايزي خالص. انا عارف ان مش اكتر من كده، بس دي حاجه مهمه برضو ان انت تكون سايب تمرين بقالك فتره. امسك العقل. المره الجايه يا باشا حط 5 طارات بكل سهوله باذن الله. قلت باذن الله وان شاء الله عشان الناس في الكومنتات تقعد تقول لي يا اخي قدم المشيئه. حاسس ان انت ايه؟ حاسس ان انا خاسس. يعني ناشف يعني ولا خاس عضل؟ حاسس الاثنين. بصراحه ما اعرفش. انت حاسس ايه يا ادم؟ حاسس ان هو ضعيف جدا. انا والله حاسس كده بجد. حسين اللي انا اعرفه. مش حسين اللي انا عشان شفته. ما لعبتش رجلي. انت مش ادهم يا عم. يا عم ربنا. طب يا شباب التمرين الجاي الدكتورز اكتر تمرين مهدور حقه، واكتر تمرين بيديك شكل جمالي، واكتر تمرين بيدي عرض للرجلين. جميل ان شاء الله ان شاء الله. كابتن حسين تلاقوا العضلات يا جماعه افرحوا. فورمة ابو مازن السوري. لا بس شكلك في الكاميرا معضل صراحه. اجمد يا ادم. بس خلاص يا ادم بس انزل. اصلا انا قعدت احاول معاه. لا ننزل بلاش لازم نحاول ليه؟ في واحد صاحبنا دلوقتي بيقول لي ايوه يا عم الناس اللي هبطت في التمرين. اديته رد في قلبه. قلت له على الاقل بلعب رجلي. واخد بالك يا كابتن حسيني؟ انتظروني انا بكره بس عشان ريست من التمرين. بكره مش جاي؟ ولا انا بكره اجازه اصلا. من يوم الاربعاء دي اللي كونتنت. جدعان ممكن طلب والله العظيم بجد. ممكن ننزل الراجل ده مهله يومين لو ما نزلش كونتنت يوميا نعمل له بلوك. اقسم بالله نعمل انفولو كلنا وانا اول واحد والله اعملها. دي اللي كونتنت بجد. رجوله الراجل ده قطع قلبي. سمعت الكلام ده كتير. لا المره دي بجد. المره دي غير. كله يعمل فولو على الانستجرام بس بلوم الاكونت بتاعي. يا عم اقسم بالله هسيبه. وانا حلفت بالله من الفلوج ده للفلوج الجاي 3 ايام لو ما كنتش منزل يوميا والله انا اول واحد اعمل لك انفولو. انا بحلف بالله وقدام الناس في الفلوج. لا يا جدعان دي ما اقدرش عليها خالص. انا حلفت بالله بقى. دي الكونتنت حتى بصوا حتى الوصول لل 100K. يقول لي ايه انا بعمل كونتنت والناس مش قلت له يا حسيني اقسم بالله انا بنسى ان انت كابتن زينا وبتعمل محتوى وبتاع. مسؤوليات يا حبيبي. بص يا باشا انا بالنسبه لي ايفولف عامله معايا الصح. كان محتاجها في الكاميرا دي. اقسم بالله يا جدعان انا مش ببالغ لما بقول الراجل بيقول انا خدته ما كنتش عارف ان ده ايفولف بفتكره مستورد. عشان انا في الفلوج بقول لهم البري بتاع بجد انا بالنسبه لي اصل انا كنت باخد مستورد الاول
كنت بستعمل مستورد وبعدين خلاص بالنسبه لي ايفولف، طعم، جوده، طاقه، انت عامل لك كل حاجه. اقول لك على حاجه، امبارح كنت اول مره والتركيزات اللي فيه حقيقيه، كويس انك عارف حاجه أيوة، زي كده. في بري ورك اوت انا برضو بدون ذكر اسماء بيكتب رقم هو مش موجود. جود شادي 10. انا بالنسبه لي افشخ شركه هي ايفولف لسبب انا دايما بجيب منتجات مستورده. البروتين انا جربته امبارح، البروتين بتاعه اللي هو بقول لك السيريال. ايه، مش انت جربت البري وبتقول عجبك؟ على ضمانتي هات الفليفرز بتاعت رمضان، عاملين واي بروتين صوبيا وتمر باللبن. سيبك من الحوار. جميل بقول لك بشكل، انا عايزك تجيبه بس انا عايز اقول لك ايه اونلاين. على حاجه، سيبك من حوار الكازين كده والاتصال كده. بطيء، ما عادش باكل عيش. طب يا شباب ناخد دلوقتي مجموعه عنيفه، احنا مقفلين الجهاز وحاطين شيمبين وحاطين 15 كيلو، اظن انا ممكن نزود اكتر من كده كمان، ولكن خلينا نشوف الاول ال 15 يعني الواير هيتقطع ولا لا، الجهاز هيشيل ولا لا، وبعدين ايه نودي. بسم الله. ايزي جامد قوي يا كابتن شادي، جامد ما شاء الله. ها جامد. ساعات بيجي لي لايك بعد المجموعه كده. فيها ترى 15 كمان. صار 15 كمان، في فرق احجام برضو في خد بيني وبينك يعني مش درجه. انا دلوقتي 15 دي انا ممكن اشيلها واحط 25 توتال، ابقى زودت 10 فاهم؟ ايوه حاسس ان تمرينه الرجل دي عايزه لها شورت وعايزه لها تانك توب يا جدعان. اللبس اللي احنا لابسينه يا عم والله ما بتنمر. طيب يا شباب الكاميرا كانت ضايعه بقى لها ربع ساعه، لان انا عندي عاده كده ان انا برميها في حتت مش مفهومه، فلقيناها فين؟ لقيناها مستخبيه هنا. يعني انا ما اعرفش ليه ممكن حد يحط الكاميرا في غيري بقى انت ممكن هو بصراحه اللي بيلاقيها لي كل مره يعني كل مره بيضيع الكاميرا. اخويا اللي بيكروت التمرين إحنا وخلص النهاردة تمرين نخش وماشي. تمرينة قويه ولا عزاء لاي حد بيلعب رجل عشان انا مصاب. قول لهم ان انا مفهوم اه. كنت في عايش انت لو تجي لي من 5 سنين ولا من ماشي. احنا بكره راحه. بكره راح يوم الاربعاء بقى بدايه جديده، حياه جديده، نيو لايف تشالنج. يلا بقى. لا انت في تشالنج يا باشا، اقسم بالله فولورز هتبقى بالنازل لو ما عملتوش. انا والله خلي الناس كلها في الفلوج تعمل لك فولو بجد. يا جدعان كله يخش عندي. ماشي انا هسيب الاكونت بتاعك عامه. هو كده على فكره الناس عارفه الاكونت بتاعك عامل لك فولو، بس هو اكونت طرب فاهم، هم نسيوا اللي فيه اكونت. سلام يا باشا. النهارده مفيش اللمه بتاعتنا دي على طول. احنا التمرين اللي بعد ده هو الليج كيرل، وانا خدت مجموعه، ولكن انا ما بحبش اصور التمرين ده بصراحه. تحب يا ادم ان انا اصورك وانت بتلعبه؟ عادي يا باشا. شوف ادم راجل جميل، راجل برو يا جدعان، منتاليتي. نلعب واثق من الخلفيات. نلعب لاينج ليج كيرل. طيب يا شباب خلصنا تمرينه، وبصراحه كده بصراحه انا كان الكشري وحشني قوي، يعني انا ما قدرتش. حاولت اقول لنفسي لا خلاص بقى اللي سبته ما ترجعلوش تاني، انا بتكلم على الكشري عامه، اللي سبته ما ترجعلوش تاني، وطالما حاجه رميتها ورا ظهرك لا هو كان وحشني. ساعات الواحد بيوحشه حاجات مش المفروض انها توحشه، فعديت جبت طبق كشري وعرفت كمان ميزانه، ومنها عرفت سعراته. لو عايزين نسيب لكم سعرات الكشري اكتبها في الكومنت، ولكن خليني اقول لكم ان انا كانت مشكلتي مع الكشري ان طبعا هو سعراته عاليه ودي مصلحه في البالكينج، ولكن كانت مشكلتي معاه كمان ان هو مش احسن حاجه في الهضم، وركز في دي. وتاني حاجه في الصوديوم الزياده اللي فيه او الصوديوم العالي قوي فيه، ده بيخليك تحبس ميه، يخليك تعمل فورمه جردات، يعني فورمه كباريه، فورمه كده اللي هو انت نازل قطعه. هو يعني ماشي شكلك يبقى ضخم في الهدوم وبتاع لو انت اعتمدت عليه بشكل كبير، طبعا في الاول وفي الاخر حسبه سعرات، ولكن لو اعتمدت على الكشري بشكل عام من ضمن اكلك هو يزق معاك زقه حلوه. بس في بدايل احسن، يعني بالنسبه لي البليله احسن بصراحه يعني. انا برضو راجل اصيل يعني، ما استغناش عن البديل، ما استغناش عن اسمها ايه، عن البليله، يعني ما استغناش عن البليله. المهم يا شباب احنا خدنا لاينج ليج كيرل، وحاسس كده ان انا ما صورتش السمانه. يوسف الاديتور بقى، يوسف انتوا يا جماعه مبهدلينه معاكم عامه، ذوقك وحش في الاغاني يا عم يوسف، الانترو سيء يا عم يوسف، طب اعكس لنا الكاميرا. هو يا جدعان في يا جدعان واحده على الراجل يا جدعان. فبصراحه كده انتوا يعني ايه، انا يعني حاسس ان انتوا جايين على الراجل شويه. دي اول حاجه، وانا بصراحه حبيت اقول لكم لان انتوا زي اخواتي. تاني حاجه يا شباب بصراحه مبسوط بكل الناس اللي لحقت اوفر الاونلاين كوتشنج، ولكن انا خليته لسه مكمل عادي. فلو انت بتفكر الاوفر لسه شغال، ولكن اسمع مني، انا مش هعرف اديك كلمه، مش عارف اقول لك هو هينتهي امتى، بس هو قرب يعني ايه ينتهي. وبرده عندي اخبار تفرح، بس هو لسه يعني، بس اشتراك الشهر قرب، ولكن هو لسه يعني ايه مش موجود دلوقتي. فلو انت عايز تلحق الاوفر بتاع 3 شهور او 6 شهور او سنه، خش يا باشا على اول كومنت هتلاقيني عامل بين كده لرقم الواتساب، ابعت لي دردش معايا، ظبط كل حاجه معايا، ونبدا يا باشا ايه رحلتنا. معلش بقى انا النهارده بصراحه كده الفلوج نوعا ما
انا قصير ولكن انا البرد مبهدلني، يعني انا اصلا طول الطريق بصوا كوبايه ينسون، كوبايه مش عارف قرفه، كوبايه شاي، يعني انا قاعد مقضيها حاجات سخنه. وكويس ان انا اتمرنت النهارده تمرينه نوعا ما كويسه وبنسبه كبيره هي كويسه، انا بس جيت في الاخر تعبت سيكا، بس الحمد لله. لو انت تعبان خليك في البيت. هتقولي طب انت ليه ما خليتكش في البيت؟ لان انا لسه يعني حاسس ان الدور برد خفيف خالص يعني، ولكن لو انت تعبان خليك في البيت عشان ده هيساعدك ان انت تخف احسن، وفي نفس الوقت ما تعديش غيرك. واشوفكم يا شباب في فلوج مش عارف فلوج يوم ايه، اشوفكم في الفلوج اللي جاي. وبصراحه بالنسبه لفلوجات رمضان كنت بقول لكم انا حاسس ان الديلي فلوجز صعبه عليا وهتكون قصيره ومش عارف ايه، ولكن في حد قال فكره جميله، حتى انا قلت له رايقه الفكره دي، ان قال لي ممكن تخليها 3 ايام، يعني مثلا احنا بنعمل سبت وثلاث، ليه ما يبقاش سبت ثلاث خميس؟ فحسيت كده اللي هو او كده منطقي اكتر يعني. فعامه برضو اعرفكم بالابديتس، وكل سنه وانتم طيبين يا شباب، واشوفكم الفلوج الجاي.